8 مباريات فيها 5 خسائر و3 تعادلات. هذه هي فوز للحزم و3 انتصارات لضمك. لم يحضر التعادل في تاريخ المواجهات بين الفريقين. هذا اليوم بيشي لاعب الاتحاد والشباب السابق. كرة عند محمد الثاني، استلام في اليمين، مرور من آل محميد إلى خارج أرض الملعب. على مستوى الأسماء ضمك نزل الحزم حتى وإن خسر ب3 أهداف مقابل هدف، بينما حضرت الأهداف من تابع تلك المباراة. خسر ضمك 3 أهداف سجلها مع ضمك. كرة محاولة عند أسن سيساي خاطئة عن سليماني بينية. أحمد آل محميد يبحث عن الزميل، نقلة في اليسار، اكشيش ماجد. هذه راح تكون صانع المعجزات، ملهم هذا الزمان والله، لا مستحيل مع المملكة العربية السعودية، وبحول الله سيتحقق الهدف كما تحقق الكثير. إلى نيكولا إستانسيو يبحث عن كرة عرضية، أحسن سيساي والكرة خطيرة والتغطية موجودة. التغطية موجودة من أحمد آل محميد أمام الفرق اللي لديها نفس التواجد والطموح والابتعاد بلا شك عن المراكز المتأخرة والبحث عن شيء ما في الدوري في مراكز. حميد في الجهة اليمنى، مرور تقدم، الضغط من كيفن كوندو، فينيسيوس باربوزا إلى محمد الثاني. 3 لاعبين. شوف الضغط والصورة، فريق الحزم بهذه اللمسات والكرات الطويلة مميز. أنتونيتش إلى كيفن كوندو، التغطية إلى خارج أرض. والندية والأسماء الكبيرة والعالمية. كرة في اليسار، نقلة في الوسط، طلال عبسي يعني إلى محمد بدموسي. لا يجد المساحة محمد بدموسي، مضايقة ومراقبة لصيقة جدا من فاروق شافعي. وكرة في الخلف لمصلحة آل محميد، استلام من فينيسيوس باربو. ندخل في ال10 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي من أحداث اللقاء. أنطونيو تسديدة لمصلحة الحزم. أنطونيو جوزيه ضغط في مباراة لعبها في الموسم الماضي في أحمد آل محميد في اليسار، يرسل كرة إلى محمد بدموسي. التغطية من سنوسي أوساوي، طارق حامد، عبد العزيز مجرشي. ضغط من جانب ضمك أو من جانب الحزم في مجريات ال4 دقائق، اللي أقل من 4 دقائق على نهاية الحصل لأحداث الدوري العالمي، دوري روشن للمحترفين. لدينا الرياض أمام الشباب في الساعة 6 ظهروا على الورق بالقيمة. النصر فايز على ضمك، أتكلم عن الورق، لكن كل شيء وارد في عالم كرة القدم، وبالتالي